تشكيك حول شخص أو حول شخص وسياسات مؤسس حزب العمال الكردستاني وزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان عند كل خطاب له، فالجدل والانقسام أصبح ملازمين لمسيرة الرجل، سواء عندما كان مسلحا أو عندما صار داعيا للسلام وساعيا لمد جسور التواصل مع الفرقاء. ففي أحدث خطاباته أو خطابات رجل السياسية دعا أوجلان في رسالة غير مسبوقة شيوخ ووجهاء العشائر العربية في سوريا إلى تعزيز روابط الأخوة التاريخية مع الأكراد ودعم قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة سوريا واستقرارها وفق تعبيره. نداء الزعيم التاريخي من سجن أمرلي في تركيا أكد على أن هذا التحالف خيار استراتيجي يتجاوز المصالح السياسية الآنية، بل ورهن تحقيق المساواة بين العرب والأكراد بتكوين أو رهن ذلك بتكوين هذا التحالف بين العشائر العربية وقسد. وتتفاوت مواقف العشائر العربية في شمال شرق سوريا من قسد بين القبول والرفض والتحفظ، فبعض العشائر تتعاون معها في إدارة مناطقها بينما ترفضها عشائر أخرى، فيما تتخذ عشائر ثالثة مواقف وسطية. إذن غير أن الخطاب المتودد للعشائر المتوافق مع خلفية الرجل الجديدة كداع للسلام بعد 47 عاما من النزاع المسلح رآه بعض المحللين تنفيذا لسياسات تركيا في إشراك العشائر في منظومة الحكم، والذين يعتبرهم الرئيس التركي أصحاب المناطق الأصليين. فهل يعزز تودد أوجلان للعشائر العربية موقفهم التفاوضي مع قوات قسد؟ وما هي سيناريوهات الدعم المحتمل التي ستقدمها أنقرة للعشائر لزيادة نفوذها بعد تهميشها في الإدارة الذاتية واستئثار قسد بموارد النفط والمياه على ضوء هذه الخطابات الجديدة وفق معارضيها هنا؟ إذن لنقاش وتعليق حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من مدينة أوستند البلجيكية. نرحب به السيد هوشينك أوسي الكاتب في الشؤون الكردية والتركية. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. في البداية يعني هذه الرسالة الموجهة من الزعيم الكردي التاريخي هنا أوجلان إلى العشائر العربية السورية حولها انقسام كردي، على ما يبدو انقسام كردي. هناك حتى من هاجم أوجلان وقال إن هذه الرسالة غير بريئة، بل هي ربما بتوجيه مباشر من تركيا. ماذا تعلق على ذلك؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الأفاضل. طبعا السيد أوجلان أنا في تقديري رسالته كانت إيجابية وأرحب بها يعني نصا ومضمونا، لكن الذين يلقون بظلال الشك ويثيرون علامات الاستفهام حول هذه الرسالة هم أيضا يعني لديهم وجهة نظر معتبرة. يعني هذه الرسالة تدعو أو تشكر القبائل العربية والعشائر العربية على مساندتها لقسد، في حين أن الدولة التركية ومساعي الدولة التركية عن طريق حكومة الجولاني تسعى إلى فك ارتباط القبائل العربية في منطقة الجزيرة مع قسد. يعني وأوجلان حاليا أكثر ميلا للمصالح التركية، دائما في رسائله يدعو إلى تركيا الكبرى، وقد تخلى من زمان يعني عن الحقوق والمطالب القومية الكردية منذ لحظة اعتقاله. هنالك صورة نمطية مصدرة يعني، وأنت أيضا يعني أتيت على ذكر ذلك الزعيم التاريخي والقومي والانفصالي. كل هذه الصورة المصدرة في الإعلام العربي يعني فقدت جدواها بالتقادم، لأن أوجلان الموجود حاليا عند الأتراك هو غيره عندما كان في دمشق أو في معسكرات البقاع اللبناني في الثمانينات والتسعينات. هذه الرسالة عندما تخرج، لكن ربما أضع المقاطعة هنا لتوضيح النقطة التي أشرت إليها للتو. هل هذه قناعة منك أنه تغير بالفعل، أم ربما هناك من ربما يأمره أمرا لقول هذه الأمور يعني؟ لا، هو في كل النصوص التي صدرت عنه والتصريحات
المقابلات منذ فترة اعتقال، منذ اللحظة الأولى من اعتقاله وهو على متن الطائرة، صرح بأنه يريد أن يخدم تركيا أمام المحكمة، أمام عدسة الكاميرات. قال بالتركي الفصيح أنه لم يتعرض للتعذيب، واعتذر من الجنود الأتراك، من عوائل الجنود الأتراك، واعتبرهم شهداء. طيب إذا اعتبرنا الجنود الأتراك شهداء، المقاتلين الكرد ما هو مقامهم؟ يعني سيكون مقام يعني الإرهابيين. يعني هذا من جهة. من جهة أخرى، كل النصوص الصادرة عنه من كتب وتصريحات تؤكد، وهو الذي يقول انه يعني انه تغير وتبدل وهو ليس كالسابق. هلا في فترات الاعتقال والمراجعات النقديه هذا وارد. نعم. تنظيمات يساريه، تنظيمات اسلاميه في فتره الاعتقال تراجع نفسها، لكن اوجلان انقلب على نفسه. الان هو مع تركيا اكثر من الاتراك. ما يطالب به اوجلان لصالح تركيا يعني لا يختلف كثيرا عن ما يطالب به ويدعو اليه رجب طيب اردوغان، وحتى زعيم حزب الحركه القوميه دوله بخشلي. مقصدي هو الان تحت انظار وحمايه ورعايه السلطه التركيه. هل يعقل ان تصدر من اوجلان تصريحات لا تمر من تحت عدسه الاستخبارات التركيه؟ هو اوجلان يتصل هاتفيا مع قسد، نعم. مع الإدارة الذاتية. هذه يعني صلة الاتصال هذه من يؤمنها له؟ يعني السلطات التركية. واضح. في تقديري العشائر العربية الموجودة في قسد هذا هو خيارها، سواء شكرها أوجلان أو لم يشكرها. هو خيار مصيري اتخذته هذه القبائل العربية الأصيلة نعم. يعني مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. هم الآن داخل قسد جزء أصيل من التحالف الدولي ضد الإرهاب. إذا خرجوا أين سيكون مقامهم؟ سيكون مقامهم نفس قبائل وعشائر أو أجزاء من القبائل والعشائر اللي هبت ولبت اللي هاجموا الساحل السوري ومناطق السويداء. نعم. وبالتالي لكن العذر على المقاطعة للعودة ربما لنفسر ربما أكثر ما قلته لي تو. أنت بالتالي هنا تتفهم الأصوات الكردية التي تهاجم أوجلان حتى وإن كان ذلك بشراسة هنا. طيب تعالى لنناقش الموضوع بهدوء وبعقل بارد. يعني أوجلان الآن تحت يعني في السجن يعني، ومراقب من القوات البرية ومن القوات البحرية، وفي جزيرة إمرالي يفترض. يعني كل ما يصدر عن أوجلان ينبغي أن يكون منسجما مع المصالح والسياسات التركية. يعني دعني أزيدك من الشعر بيتا. يعني أوجلان منذ لحظة اعتقاله، وهذا بخلاف الصورة النمطية المصدرة عنه، السلطات التركية احتلت مدينة عفرين الكردية في سوريا، وأوجلان لم يندد ولم ينتقد السلطات التركية، بل طالب الكرد في سوريا بتفهم حساسيات الأتراك. ليس أبعد من ذلك. أنت بحياتك شفت زعيم حركة تحرر وطني أو حركة سياسية أو ثورية الدولة تقتل قيادات هذه الحركة وأوجلان لا ينتقد هذه الدولة؟ عشرات القيادات الكبيرة والمهمة والاستراتيجية قتلتها السلطات التركية من حزب العمال الكردستاني، ولا يوجد شيء دليل وثيقة أنه أوجلان اعترض، أنه أوجلان انتقد، أنه أوجلان شجب. مجمل هذه اللوحة يعني مؤداها أنه يعني الرجل تغير يعني، والذين ينتقدون نعم. وصلت الصورة لهم سندهم يعني بشكل واضح، وأكيد ستكون لنا مناسبات لاحقة وقادمة لمناقشة هذا السياق في سياقات أخرى ربما في المستقبل. نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من مدينة أوستند البلجيكية السيد هوشينك أوسي، الكاتب في الشؤون الكردية.